بدأت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الاثنى عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بمشاركة وفود من 18 دولة عربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن بينها الكويت. وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية بهجت أبو النصر في تصريح صحفي أن الاجتماع يناقش خلال 3 أيام السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من واقع ملاحظات ومرئيات الدول العربية للأعضاء. وأضاف أبو النصر أن الاجتماع سيعرض نتائج ورشة العمل المشتركة التي عقدت بالتعاون وبالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص وبعض أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية. وأشار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات.